خروجه جديده انا وكتكوتي، بس المره دي مش في الويك اند عشان كتكوت ماما كان عند بابا بقاله يومين، فكان وحشني جدا وما لحقتش اخرجه في الويك اند. اسمعوا هيعمل معايا النهارده الفويس اوفر. المهم النهارده هنروح مكان خطير هيعجبكم جدا، تعالوا معايا. بس واحنا في الطريق لقيت صوره الملك توت عنخ امون في الطريق، قلت خير لما جاله خير. دخلت على الموقع بتاعهم لقيتهم ان هم عاملين معرض محاكاه لحياته وللغه الهيروغليفيه وتفاصيل حياته كلها، وعاملين التيكت ب 26 يورو في الويك اند و22 يورو في الايام العاديه، وحاجه كده اخر عظمه. افتخر ان انت مصري، اقسم بالله في كل لحظه بفتخر فيها ان انا مصريه. المهم مشيت في وشي لحد ما وصلنا للمكان. هي عباره عن مزرعه كده صنطوطه وفيها حيوانات بس كتكوته قوي، وابني كان مبسوط قوي، وفيها بط. اسمعوا كده اول ما شاف البط بقى يعمل ازاي. يا روحي بقى كل ما يشوف حيوان او طائر يقلد صوته ومبسوط جدا. عشان كده انا اخترت المكان ده عشان يعيش تجربه حقيقيه مع الحيوانات اللي هو بيحبهم. الفتره دي الحاجات المفضله ليه هي الحيوانات، فحبيت ان هو يروح يشوف الحاجات على الطبيعه ويلمسها ويسمع اصواتها ويقضي وقت معاها. وبصراحه كان اختيار ممتاز، 5 عليا وعلى اختياراتي والله. برافو عليا يا رينو، صح؟ برافو برافو يا قلب مامي، يا عيون مامي انت. المهم لقينا الخرفان دي وبياكلوهم، بيروح يجيبوا لهم اكل ب50 سنت، كيس اكل من المكان هناك، وبتروح تاكلهم. اول حاجه ابني كان رايح متحمس، بس لما راح حب ياكله خاف ورجع لورا، ما حسش ان هو قادر ياخد الخطوه. قلت له خلاص براحتك عادي. انا قمت اكلتهم قدامه، فراح اتشجع بقى وقرر ان هو يروح ياكلهم. اسمعوا كده ضحكته وفرحته ازاي. بصوا ما شاء الله على الضحكه عامله ازاي، كان مبسوط قوي وروح قلبي، وانا فرحت جدا ان هو اتبسط. ومن كتر ما هو كان مبسوط خلصنا كيس الاكل وقال لي هاتي تاني، فرحت اشتريت له 3 اكياس اكل تاني. قلت له تعالى خليك تاكلهم للصبح هنا. خدنا الاكل تاني ورحنا. بص المره دي رايح متحمس اكتر، واكلنا الخرفان تاني واكلنا كمان الجدي ده تاني. بس كان في الجدي ده بلطجي والله العظيم، خطف مني الكيس كده، بلطجي وحرامي يعني، ما كانش راضي يخلي غيره ياكل، وفي نفس الوقت خطف مني الكيس، يعني بجد عامل نفسه فيها عبد موت الغنم. المهم مشينا من عند الحيوانات وقلنا ننطلق بقى في المكان ونتفرج على الالعاب. في العاب بسيطه زي ما انتم شايفين كده، والمكان كله اطفال يا ربي، يعني اجواءه حلوه قوي للاولاد. لو عندكم اولاد ما تفوتوش الفرصه دي ولازم تروحوا المكان ده. وكان في البيت ده بنينه فوق الشجر للاطفال، فطلعنا فوق انا ورينو نستكشفه، وكان المنظر حلو جدا من فوق. المهم وبعدين نزلنا تاني وقعدنا نلعب وجبنا الكور، ولعبت انا كريستيانو بتاعي، وبص الله اكبر حبيبي جاب جون يا ناس. كريستيانو يا اخواتي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. المهم حسينا الدنيا ليلت، بس يا جماعه ما كانتش ليل والله، كانت الساعه 5 يا دوب. بس نقول ايه، ده طقس المانيا وشتاء المانيا، اهلا وسهلا مش هعترض. المهم قررنا نروح نقول باي باي للحيوانات واحد واحد عشان رينو حبيبي يبقى مؤهل ان احنا خلاص ماشيين وما يعيطش ولا يعترض ان احنا ماشيين. المهم عملنا لهم باي وروحنا. هحط لكم عنوان المكان على الشاشه. طبعا دخول المكان مجانا، بس بتشتروا الاكل بتاع الحيوانات وده اختياري. يلا لو وصلتوا لحد هنا هنقول لكم باي باي.